يا صباح الخير يا اللي معانا. كوباية القهوة باللبن دي انا هاخدها بقى واطلع فوق على السطح اشربها كده بمزاج واروق الطاسة، علشان انا يا حبايب قلبي النهاردة عندي شغل كتير قوي على السطح. النهاردة هنشتغل نجارين وسباكين وحدادين وكل حاجة. وبصوا بقى المج ده بتاعي، عشان ده برج الايه، برج العقرب. برج العقرب، انا برج العقرب يا ولاد. احترسوا مني، احترسوا من برج العقرب. برج العقرب ده والله برج طيب جدا، بس هو برج العباقرة على فكرة. البرج ده برج العباقرة. ميشكرش في نفسه الا ابليس يا مؤد. المهم يا ولاد، هنشرب بقى كوباية القهوة الفرنساوي دي، وهنبتدي بقى نشتغل في السطح بقى. النهاردة هنقل الديوك بتوعي، كبروا هنقلهم في الأوضة اللي هناك دي. الديوك بتوعي اللي في العشة الصغير دي عيني محبوسين بقالهم من يوم ما جبتهم، هما محبوسين الحبسة دي يا عين امهم، ما تفكوش خالص. كبروا طبعا بقى العشة متر في 50، كبروا عليها، الله أكبر عليهم. كبروا وزقلطوا بقوا حلوين. هنقلهم بقى النهاردة وهنشتغل بقى، نبتدي نشتغل بقى ونقول يا رب عنا وادينا يا رب الصحة وقوينا. يلا يا ام ادم خش على التقيل. الاول هنقل العشة اللي هي اللي فيها الحمام، هطلعها بره واطلع الحمام كله بره، تمام. وهنضف الأوضة وهرشها جير. بس طبعا قبل ما انقل الحمام، العشه اللي انا بطلعها دي همسكها اظبطها. بص انا بنقل البياضات بقى، وبنقل الطوب اللي كنا حاطينه للحمام، وهنقل كل حاجه. بص هو الموضوع والله يبان ان هو سهل، بس هو مرهق جدا والله بالنسبه لي. لما تيجي تنقلي حاجه من مكانها وتحطي حاجه تانية وتنضفيها وتعقميها وكل ده، لا بياخد وقت والله ومجهود. ربنا يعيننا يا رب ويقوينا. بصوا بقى هطلع العشة ديت. العشة دي فيها 4 عيون. فيها ايه؟ 4 عيون، 2 تحت و2 فوق. لكن للأسف بقى يعني هي قديمة شوية ومكسرة. هنمسكها بقى النهاردة ام ادهم هتشتغل نجارة، بس مش اي نجارة. وحياة ربنا لو اوريكم دلوقتي انا هعمل في العشة ايه. بصوا بقى، بصوا معايا كده، العشة مفتحة من كل حتة ازاي، فيها خشب كتير متشال ومتخلع. ادي فتحة 2 3 4. بصوا بقى، اكتر من 4 كمان. همسكها بقى ايه، اوضبها. خليكم بقى كده معايا واحدة بواحدة. الفيديو طويل بس ممتع جدا. هتشوفوا بقى ام ادهم هتعمل ايه في العشة دي. بصوا بقى، دي عشة لقيت الخشبة دي في جنب بتاع العشة، في الجنب ايه بتاع العشة، هشيلها وهركبها ايه في الفتحات اللي انتوا شفتوها دي. دي خشبة طويلة محطوطة في الجنب بطوله، فهطلعها. بس هطلع المسامير الاول كده بالراحة. شايفين الشاكوش بتاعي اهو بطلع بيه المسامير. لا ده انا نجارة بقى، بقول لكم ايه، لا. نجارة بنت نجارين يعني. المهم ايه، بصوا اهو، وفي مسامير كمان في النص وفي مسامير في الاخر تاني. اشيل كل المسامير بالراحة، واشيل الخشبة بالراحة عشان الخشبة ضعيفة ممكن ايه تتكسر مني، فواحدة واحدة كده يعني. والله يا ولاد النهاردة فضيت نفسي مخصوص علشان الموضوع ده. هو يبان سهل وبسيط، لكن هو مش سهل ولا بسيط والله. طبعا ابو ادم هو اللي بيعمل الحاجات دي كلها. بس يا ربنا يديله الصحة يا رب، ويرزقه برزق ولاده. يعني كل ما اجي اقول له ايه عايزه اصلح العش عشان اخرج الحمام وادخل الديوك مكانهم، يقول لي طيب حاضر، بس اما افضى. عنده شغل ربنا يعينه ويقويه على العربيه بتاعته. فايه طبعا الشغل ابدا، الرزق ابدا. مش هيقعد بقى يعني عشان يعمل لي العشه ويسيب الشغل. المهم قلت ما بدهاش، يلا بقى نتكل على الله وايه، ونعتمد على الله كده وايه، ونشتغل احنا النهارده شغل ابو ادهم. ابو ادهم بقى بسم الله ما شاء الله عليه، الله اكبر. عنده عده النجاره يا اختي، وعنده عده السباك، وعنده عده الكهرباء. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. عنده كل العدد يعني، الله اكبر، اي حاجه تلاقيه فيها.
كهربا شغال، نجار شغال، سباك شغال، كل حاجة، 7 صنايع. ربنا يرزقه يا رب ويديله العافية والصحة يا رب ويقويه. المهم شايفين بقى الشغل بقى الجامد ده اهو، انا اللي شغالة النهاردة بقى بدال. فضيت نفسي بقى النهاردة وقلت ما بديهاش، هطلع على السطح بقى كده ايه، طبعا علشان انقل الحمام لازم انقله في عشة سليمة، علشان لو طلع زغلولين ولا حاجة العرسة ايه، العرسة بنت اللذينة دي ايه، ما تاكلهم ليش. تسيبهم لي، حرام عليها، ده انا تعبانة وشقيانة. العرسة مستقصداني، كل ما تشوف فرد حمام تاكل، جوز حمام تاكل. يلا هو رزقها برضو، هنقول ايه، كل حاجة وليها رزق. اهو بصوا بقى الخشبة طلعتها وسلكتها بالراحة، وهطلعها ادخلها بقى كده من الجنب، علشان انا في دق المسامير يا حبيبة قلبي بصراحة خيبة خالص، ما بعرفش ادق مسامير. انا بعقرط او يعني وكده، بس في الدق لا ما اعرفش ادق مسامير. وجت بقى في الاخر كده ومش عايزة تدخل، وعمالة ازق فيها مش عايزة تدخل، فقلت ايه الحكاية دي، رحت اكتشفت ان في ايه، خشبة محشورة، فرحت شايلاها ومكملة دخلتها. يعني كده يعتبر ايه، سكنت الخشبة مكانها، بس ما دقتش مسامير اهو. محبوكة برضو وايه، وهدق برضو المسامير دي فوقيها، يعني خشبة فيها مسامير اهي، هرجعهم مكانهم وهدقهم. يعني بس ايه مكانهم هم، يعني المسامير اساسا مكانها موجود اصلا، يعني كانت مدقوقة قبل كده، فسهل ان انا ارجعهم تاني. شايفين بقى خليتكم مقدم يا ولاد اهو، نجارين، حدادين، سباكين. لا الحمد لله، الواحد لما بيحب يعقرط في حاجة بيعرف يعملها، الحمد لله عندنا صبر وعندنا قوة تحمل يعني. عايزة اقول لكم ان انا برضو لو عندي مثلا في الحوض الكوع عاوز يتغير اغير، لمبة مثلا عاوزة مش عارفة ايه كده، يعني عارفين من وانا بنت بحب، حتى ابويا الله يرحمه كان يقول لي يا بنتي الكهربي ما تلعبيش في الكهرباء، اقول له لا ما تخافش عليا. بحاول انشر، طبعا كنت ماسكه التليفون بايد وبصور بايد وبشتغل بايد، فمش عارفه اتحكم في الخشبه وانا بنشرها. برضو هدخلها مكانها، مش هدق برضو مسامير، هدخلها مكانها واثبتها. كمان هدق، يعني مش كفايه ان انا عماله بحرك اهو اهو، بس ثبتها مكانها. ادي كده ايه، الفتحات كلها اتقفلت معايا. دي كانت نص، يعني دي كانت نص، مش خشبه بحالها متشاله فوق، رحت لازقه لها حته كده بلصم يعني. ودي برضو اهو شفت لها خشبة على قدها، وبرضو دخلتها في مكانها، وبرضو ايه، بس هثبتها بقى علشان دي ملخلخة شوية، هثبتها بخشبية. بصوا المسامير، بقول لكم بصوا المسامير يعني ايه، هدقها مكانها وخلاص بس. ودي بقى ملخلخة، اشوف لها حتة خشبية كده بالطول اهو. ايه رأيكم، العشة رجعت جديدة، بسم الله ما شاء الله. بقول لكم بصوا الفتحة دي ما تدخلش العرسة، ما دام ما دخلتش صباعي ما يبقى ما تدخلش العرسة، دخلت صباعي، دي اقلق منها. بصوا احط لها حتة خشبية، الحاجة اللي اقلق منها اقوم ايه سداها. مش عايزة العرسة تزورني خالص، مش عايزاها تزورني، تروح تشوف رزقها في حتة تانية بقى، انا زهقت منها بقى خلاص. وشوف هنشر بقى الخشب الزايد هنشره اهو. هو الصراحة الخشب رقيق وبيتنشر بسرعة. الحتة اللي طلعت هنلزقها ايه في الحتة اللي هي اللي مش ثابتة دي، علشان العرسة لئيمة، ممكن لو حاجة مش متمسمرة ممكن تزقها وتدخل. دي بنت لذينة والله، بتعملها، بتعرف تفكر، يعني متفكروش ان هي عشان حيوان ما بيعرفش يفكر، لا بيعرف يفكر. لما يكون عيش يعني خشبة محطوطة بس مش متمسمرة، تقوم ايه زقها محركاها كده وكده وقوم داخلة، لا بيفكروا ولاد اللذين. قوم ايه انا بقى بحاول ان انا اي حاجه ملخلخه اثبتها. دي بقى العشه كده من فوق، كانت فريده بقى طلعت عاوزه تساعدني، تقول لي يا ماما عايزه اعمل معاكي اي حاجه، قلت لها حاضر يا حبيبتي يلا نشتغل سوا. فريده حبيبه قلبي دي معايا على طول في كل حاجه، بتدور عليا كده اما اغيب عليها تطلع لي تقول يا ماما بتعملي ايه.
سبحان الله، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اهي البت دي الوحيده اللي كنت بقوله كان لازمتها ايه، ما كان كفايه الاتنين، كان لازمتها التالتة دي. اهي سبحان الله التالتة دي بقى اللي احن عيله فيهم، والله اقسم بالله. بنقي بقى المسامير البورمه، مسامير بورمه، علشان انا مش هدق، انا هلف كده المسمار بالمفك واربطه. فريده عاوزه تعكرت معايا وتحاول ايه، ما عرفتش، رحت قلت لها طب هاتي اعمله انا. بصوا هثبت الخشبه دي، ده السقف بتاع العشه. السقف بتاع العشه ايه، محتاج غطا كبير علشان يبقى محكوم. فهظبط ايه المسامير، هربطها زي ما انتوا شايفين كده، بربط المسامير في الجناب اهو بالمفك. مش عايزه ادق، انا مش في الدق بصراحه، مش قويه في الدق قوي. بصوا العده بقى بتاعت ابو ادم كلها موجوده اهو. فريده حاولت برضك وصممت وخدت ايه، قالت لي يا ماما طب هجرب. قلت لها طيب ماشي جربي، وفعلا والله عملته، الله اكبر عليها. لفته للاخر، بس انا خدته منها عشان ايه ادخله يعني للاخر، بس هي والله يعني ثبتته كويس ولفت فيه كتير كده. بقى العشه خلصت معانا اهي. الحوار كبير والله يعني، علشان اخرج الحمام بره. الحمام ساكن في الاوضه، فانا عشان اخرجه بره لازم اشوف له مكان مناسب ليه. فالعشه كانت بايظه، فهنقله كده وخلاص، عشان لو طلع يبقى النتيجه ايه، النتيجه يعني مش لا تحمد عقباها يعني. فطبعا خدت وقت والله، اليوم كله ضاع في العشه. وطبعا برضو نضفت عشه الاوضه بتاعه الحمام، نضفتها ورشيتها جير. دلوقتي برضو هتشوفوا معايا في الفيديو كل اللي حصل يعني ان شاء الله. فريده برضو بتحاول، فريده دؤوبه زي امها، دؤوبه في الشغل. برضو انا من صغري كده كنت ايه، لما حد يجي يعمل حاجه لازم ايدي بايده، ما كنتش اسيبهم. علشان كده طلعت على نفس وفريده طلعالي برضو. الوحيده اللي طلعالي. حبيبه ماسكه التليفون، ربنا يهديها يا رب. حبيبه في اولى اعدادي، ماسكه التليفون ليل ونهار وقاعده على السرير زي المشاليل. بقول لها يا بنتي انت مشلوله. وابوها برضو يقعد يتريق عليها، يقول لها في ايه، انت قاعده على السرير ليه، خير. اهو قاعده على السرير ماسكه التليفون ليل ونهار، وقاعده الراوتر جنبيها، وقاعده بقى فيديوهات 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 تيك توك و... وايه تاني، تدخلش هي على اليوتيوب بتتفرج على التيك توك. وادهم ليل ونهار مع اصحابه برضو. انما فريده بقى دي بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يحميها يا رب ويبارك لي فيها. يا اختي عسل يا اختي، الله اكبر. قول لهم يا فريده يعملوا لك لايك، يا فريده قول لهم يا فريده يعملوا لك لايك، اللي وصل معانا لحد هنا يا جماعه يعمل اللايك، وشرفوني ونوروني في القناه، وكتروا عيلتي، واشتركوا في القناه. وعاوزه اشكر كل اللي شرفوني ونوروني في القناه واشتركوا عندي، ربنا يا رب يكرمهم ويصلح حالهم ويصلح حال اولادهم، ويديهم كل حاجه حلوه بيتمنوها يا رب. وعايزه اقول لكل حبايبي لو لسه ما ربيتيش ربي، التربيه مسليه جدا والله. لو عندك وقت فراغ بتضيعيه في حاجه مفيده، وان انت بتنتجي في بيتك. يعني انت مثلا حتى لو هتنتجي لاحتياجاتك انت الشخصيه، مش لازم تبيعي. لو احتياجاتك انت الشخصيه برضو هتوفري كتير، بدل ما تشتري حاجتك من بره اديكي ايه بتلاقيها في بيتك. عايزه اقولك لو انت عندك مكان يبقى ربي واستغلي المكان دوت في حاجه مفيده. وكفايه ان انت لما بتطلعي كده وتقعدي شويه مع طيورك بترتاحي نفسيا. عايزه اقول لكم والله ان الطيور والحاجات ديت لما بتقضي معها وقت بتنسيكي الدنيا كلها، واحسن لما بتقضي وقت مع الناس نفسها. قعدت مع فلانه قلت كلمه زعلتها، قالت كلمه زعلتك، مش عارفه نميته على حد، والنميمه طبعا حرام.
فطبعا احلى حاجه الوقت اللي تقضيه مع الطيور ومع الحاجات ديت، اقسم بالله. سيبك بقى من الناس كلها. عيش مع نفسك على سطحك وخلاص. طبعا برضك لا غنى عن الناس، يعني على رأي المثل جنة من غير ناس ما تنداس. لكن يعني الواحد برضك الوقت اللي هتقضيه في حاجة تنفعك وتنفع ولادك، ربنا هيجازيكي عليها خير، ومجهودك مش هيروح هباء والله ان شاء الله. طبعا انا كده بنضف الأوضة بتاعة الحمام بعد ما خرجت الحمام وخرجت العشة وخرجت كل حاجة، وصلحنا بقى العشة وحطيناها مكانها كده. قلت بقى ايه انضف الأوضة وعقمها، لان دايما يا حبيبة قلبي لما يكون انت مثلا عندك طير وهتنقليه من مكان لمكان، لازم تعقمي المكان اللي هو داخله. ده حاجة يعني معروفة وحاجة أساسية. فزي ما انت شايفة كده انا جبت طبق فيه رملة وجير، بعد ما نضفت المكان كويس جدا وكحت الأرضية وكنستها وخليتها زي الفل، فطبعا رحت رشة ايه الأرضية كلها جير، وعلى الحيطان برضو زي ما انتوا شايفين كده. اوعي تنقلي حاجة في مكان جديد وما تعقميهوش، لان كده هيبقى بصراحة هيبقى ضرر كبير جدا. ممكن فيروس انت ما تعرفيش وتتجاهلي عنه ويسيبهم، انت يبقى انت كده في غنى ايه عن حاجة زي كده. وطبعا برضو اللمبة هدخلها قبل ما ادخل الكتاكيت. الديوك بقى كتاكيت ايه بقوا ديوك، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليهم، بقوا ديوك بقى خلاص. هظبط المكان الاول تنظيف وتعقيم، واللمبة ادخلها، وبعد كده في الاخر خالص بقى اجيب الديوك بتاعتي اهو ونزلتهم، ويلا بقى زقططوا بقى وفرفشوا يلا. ده انتوا كنتوا يعني محبوسين. الحاجة دي بتصعب عليا والله لما بتبقى محبوسة، مفيش احسن من الحرية يا ولاد. العيشة كانت بقول لكم كانت متر في 50، يعني كويس قوي ان هي استحملتهم لحد دلوقتي والله، ربنا يعني كتر خيرهم بصراحة. اهو فرحانين مش قادرة اقول لكم، لما سيبتهم كده بقوا يطيروا ويتنططوا ويجروا ومزقططين على الاخر. اهو بصوا والله الفرحة يعني مش محتاجة كلام اهو. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. على فكرة الديوك دي يعني تعامليها معاملة الفراخ البلدي بالظبط، وبتاخد نفس الوقت في التربية، نفس العمر. واهو كنت كده بقى خلاص ظبطت الدنيا عندهم تماما، وهقفل بقى عليهم وهسيبهم بقى ايه مع نفسهم بقى كده يلعبوا.